السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ الوصفة نسموا بالرحمن ونصلوا على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم رشات نتاع الدجاج ماريني في الفرن، من أسهل ما يكون، يعني يجوا روعة، يجوا بنان. تبعوا الطريقة وإن شاء الله عفوا تستفادوا من عندي ولو بالقليل. اذا هنا واش جبنا صدر تاع الدجاج، قطعناه كاريات بعد ما نظفته اكيد، وجبت درت له هنايا لا ماريناد تاعو اللي هي بطاطا ياورت كما راكم تشوفوا، ياورت ناتشور طبيعي. درت معاه شويه عفوا توابل تاع الدجاج تاع الشاورما، ودرت معاه شويه نتاع الملح، درت معاه شويه نتاع الثوم، درت معاه عصره نتاع قارص وشويه نتاع كيتشاب كانت عندي هنايا زدتها معاه. اذا شويه نتاع الزيت ولي زيبيس كل وحده كيفاش دير، شويه نتاع شويه تاع زعتره وشويه تاع روزميري اكليل جبل يعني، ونخلطهم مليح وخليتهم واحد الساعتين ولا ثلاثه قبل يعني قبل وجبه العشاء. نخليه يتمارينا مليح ويشرب كاع هذيك التتبيله عفوا، ومن بعد نجي نديرو في الاسياخ نتاع الخشبيه اللي تدخل للفرن. يعني هكا تقدري تشويه عجمر، تقدري فاني تدخليه للفرن. واذا ما عندكش كاع عندك اون بلاك تاع حديد تقدري تحطيه غير فوق الغاز الكحل ولا فوق الكوشه تاعك، يعني فوق الطابونه ولا فوق النار عادي تاع الكوشه، وتخليه يتقلي لك، تدهنيها فقط بشويه تاع شحمه وتخليه يتحمر لك. اذا هنا انايا نديرهم كاع في الاسياخ ونشوفوا كيفاش نكملوا الوصفه تاعنا. هنا الاسياخ عمرتهم كاملين، يعني هذا هو الحسبه اللي جاتني. ستفتهم في البلاط تاع الكوشه ودخلتهم مباشره، شعلت لهم من فوق من تحت، حطيتهم في الرف الوسطاني. في هذه الاثناء كنت مغليه شويه نتاع بطاطا وفي الماء، طيبتها مليح، من بعد قطعتها مربعات كما راكم تشوفوا. درت لها شويه زيت، حطيتها في المقله باش تتحمر لي هكا، وتبلتها. درت لها شويه نتاع لي زيبيس كمون وفلفل اسود ملح، ودرت لها شويه نتاع زعتر ايضا واكل الجبل باش يجي يتماشى لي مع الدجاج نتاعي. ومن بعد اللي يتحمر لي من الجانب الوجه هذاك نعاود نقلبها من الجهه الاخرى، نحمره من كل الاطراف يعني كما راكم تشوفوا من كل الجوانب. يعني اكله عشاء بسيط سهل ظريف خفيف، ما فيه حتى صعوبه، ما فيه يعني، فقط راني نشارك معكم افكار هذو تاع العشاء. يعني الصيف رانا عارفين دائما نحصلوا واش نديروا عشاء واش نديروا غدا، نتعاونوا بالافكار يعني، مشاركة أفكار فقط. هنا درت قبضت جمر، يعني حجرة نتاع جمر، حطيتها فوق النار قد ما شعلت لي مليح، درت لها شوية نتاع زيت ودخلتها للفرن هنايا مع الدجاج هذاك باش الدجاج تاعي يتشرب ريحة الجمر كأنه مشوي على الجمر. اذا وهنا الدجاج تاعي راه واجد، البطاطا نتاعي واجده. صاحبتها بشويه نتاع بليموناد، يعني كل واحد يبغي يجي ليموناد فاكهه، سلطه ديري معها واش راكي حابه قدميها. المهم الفكره هي في الدجاج ماريني المشوي في الفرن يعني. كانت فكرة بسيطة للعشاء سهلة، تشاركتها معكم وجات أكيد بنينة. نتمنى خياتي إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك، كثروا لي التعليقات، ديروا لي ليجام راني نشوف التفاعل كاع ما كاش حبيبتي. نتمنى تعاونوني شوية، طلعوا لي القناة، ربي يحفظكم. إذا ومع السلامة إلى فيديو آخر.